خوتي خواتاتي العائلة الكريمة، مرحبا بكم في فيلم جديد وسيناريو جديد. ولكن قبل ما تنساوش ديروا لايك واشتراك، ويلا بينا نكتشفوا السيناريو ديال الفيلم الجديد. القصه ديالنا تتبدا في المستقبل. بسبب التغير المناخي والحروب اللي وقعات ما بقاش الغلاف الجوي، ولات الارض منها الشمس ديريكتومون، ومن طبيعه الحال الحياه ما بقاتش على الارض، والارض كامله ولات صحراء لان الشمس ولات تجي ديريكت للارض. الناس القلال اللي بقاو عايشين ولاو عايشين على هذا الاساس، واي بلاصه فيها الظل ولات كنز ثمين، لان في اي لحظه تقدر تضرب الشمس ولا تضرب شي عاصفه رمليه اللي تخليه يفقد الحياه. ومن بعد 20 سنه تنشوف واحد السيد داير لبسه رائد الفضاء، وتنعرفوا ان سميتو ستيف، ومعه واحد الروبو صغير تيعاونوا في المهمه ديالو، وتنعرفوا ان خدمته كانت انجينيور في النازا، وهذا الشيء اللي ساعدو انه يطور الامور ديالو باش يعيش في هذا الجو. تنشوفوا انه دخل لواحد السوبر مارشي مهجور هو والروبو ديالو اللي سميتو دوي. والروبو الشكل ديالو بحال شي كروسه ديال المارشي، بدا تيقلب مزيان على الماكله الحوايج اللي يمكن يحتاجهم، وغادي وتلقى في الجوتات. وهذا الامر ولا عنده عادي، لان اي واحد بلا ماتريال المصير ديالو في هذا الجو هو الموت. باش تيسالي بالجميع يخرج من داك السوبر مارشي، وتنشوفوه دار واحد العلامه حمراء باش يعرف ان هذا فات له داز منه، وتيزيد يستمر في البحث ديالو. يتقدم لواحد الشاحنه من دوك الشاحنات الكبار اللي كانوا تيخدموا في الكريانات الكبار، وتيخدموهم في التنقيب على النفط والمعادن. ديمارا وشد الطريق. تنشوفوه داخل واحد المدينه كبيره اللي في الوقت ديالها كان فيها ملايين ديال الناس، ولكن دابا ولات مدينه مهجوره، مدينه ديال الاشباح. وهو في الطريق مدندن وتيدوز في الطوموبيلات اللي مبلوكينو في الطريق، تيعطيه الاي اللي في يديه انه كاين واحد العاصفه رمليه خطيره جايه قريبه منه. هنا صاحبنا تيطيح الكاسك وتيكسيري مزيان باش يوصل للبليصه ديالو قبل ما توصل العاصفه. هو تيقرب للمحل والعاصفه تتقرب منه، وتنعرفوا ان هذاك مخبأ قديم ديال لا نازا تاخذه هو كملجأ ليه باش يستمر في الحياه. وصل للملجأ ديالو، بقى تيجر دوي الروبوت ديالو باش يدخلوا لداخل، ولحسن الحظ انه دخل قبل ما تغمروا العاصفه. وغيدخل سد الباب وبدا تيعقم اللبسه ديالو وتيحيد عليها داك الرمال، ونفس الشيء داروا مع الروبو ديالو دوي. سالا وحيد الكسوه ودخل تيدوش. وهنا تنكتشفوا انه مريض بواحد المرض خايب وتيكح بزاف، واحد الكحه غريبه اللي السبب ديالها ديك الاشعه فوق البنفسجيه اللي تجي من الشمس، والتراكم ديالها طول هاد الفتره اللي كان هو تيخرج ويدخل فيها. وغير نظف راسو مزيان وتاكد ان ما بقات فيه حتى شي حاجه من الاشعاع والرمله الخارجيه، عاد هود للدار ديالو لتحت. وهنا تنشوفوا الصديق ديالو العزيز اللي هو الكلب ديالو، اخر ما عنده في هاد الدنيا، اللي سميتو غوديار. تعطيه الماكله الكلاب اللي لقى في السوبر مارشي، وهو تيشرب شويه الماء وصافي. تيفتح الثلاجه ديالو وتلقى لنا الماكله بقات غير شي حاجه قليله، وتتبان ليه واحد الطاسه ديال الاناناس معلب. تيتشهاها وتيمد يدو ليها، وفي الاخر يقول خليها تراس العام ونحتفل بها. وتيجلس في لاتولي ديالو وتيبقى يخدم على واحد الروبو. وتنعرفوا ان هذا الروبو خاصو يكون روبو سبيسيال، باغي يكون ذكي بحال البشر باش يتهلا في الكلب ديالو من بعد هو ما يودع بالبرد. وتنشوفوا ماشي هذا هو الروبو صوبو، وانه مصوب واحد اليد تهز الكتوبه وتتسكانيهم باش ياليمونتي الدماغ ديال هذا الروبو الجديد. باش تيسالي خدمته تنشوفوه هز كتاب وتيقراه على تاثير الاشعاع النووي على جسم الانسان. وهنا تيقرا انه ما بقالوش بزاف وغادي يتوفى لان داك الاشعاع قوي بزاف. فهاد اللحظه صاحبنا ستيف تيطير له النعاس من عينيه، وتيقرر ينوض يكمل الخدمه في الروبو ديالو. وداك الشيء اللي دار بقى خدام في الروبو حتى سالاه في 6 الصباح. وفاش خدمو بقى تيشوف فيه ولكن ما عندوش العينين. دار حداه بان له الروبو صاحبو الكروسه، حيد ليه الكاميرات من عينيه ودارهم للروبو الجديد، وبقى تيهضر معاه. الروبو الجديد غير تيحرك في راسو. وهنا عرف ان عنده مشكل د الهضره وبدا تيخدم عليه باش يصلحو. صاحبنا بدا تيبروغرامي، ما جات تبان الصباح حتى كان بروغراماه وبدا تيهضر معاه. غير الروبو هضر، الكلب ديالو تخلع بزاف وبقى تينبح عليه. ستيف بدا تيدي ويجيب معاه في الهضره باش يشوف الامكانيات ديالو. هنا الروبو صاب ذكي بزاف بقوه ديك الكتوبه اللي عطاه. فسولو صاحبنا على السميه اللي بغى يطلق عليه، قال له انا سميتي جيف. وهنا بقى تيقريه القواعد الاساسيه اللي خصو يمشي عليها، ما يقيش بنادم، ما يتعدى على حد، وجميع الاخلاقيات اللي كانوا تيعطيو للروبويات باش يكونوا في خدمه البشر والحياه، وهما مازالين هكاك تيمشي عليهم الضوء. وهنا تيضطر ستيف يطلع للفوق باش يريق المشكل ديال الضوء. غير جا الضوء تنشوفو جيف بدا تيهضر مع الكلب وتيتسامباتيزا معاه، ولكن الكلب ما تيديهاش فيه وتيمشي تيبقى يلعب جهه اخرى. هنا ستيف تيجيه اليرت وتيهود تيبرونشي جيف مع البيسيات ومع الاقمار الاصطناعيه. وهنا جيف تيقول ليه الكارثه، تيقول له راه ماشي عاصفه وحده اللي جايه، كاين 4 العاصفات من النوع الكبير وحده منهم نوويه، وانهم غادي يدوزوا 40 يوم عاد يمكن يتسالاو، ويمكن العاصفه اللي فيهم رمليه
يمكن تغمر البلاصه وما يلقاوش منين يخرجوا. هنا ستيف تيفكر وتيقرر انهم يخرجوا يمشيو لشي بلاصه واحده اخرى قبل ما يوصلوا هاد الكوارث كاملين. تيقصد الثلاجه، تيهز طاسه الاناناس لانها هي اهم ما كاين في هاد الدنيا دابا. بدا تياكل فيها ويتلذذ بحال هاد النهار هو التالي في عمرو، وان عمرو في حياته ماكلا الاناناس، وتيجلس باش يكمل الخدمه في جيف. تزيد يبروغراميه وتيعلمو يوقف، ولكن جيف تيطيح بحال شي دري صغير وما تيقدرش يمشي. من هنا خلاه تيتعلم ومشى تيجمع الحويجات الاخرين، وفي نفس الوقت الروبو الكروسه بقى غير تيدور بالعينين وتيضرب في الكراطن. وهنا تينتبه ليه وتيتفكر ان حيدلو الكاميرا من عينيه، وتيمشي لواحد الكاميرا سيرفيونس يحيدها وتيبرونشيها ليه في عينيه. مشى ستيف تيجمع اي حاجه يحتاجها، وتيجمع الذكريات ديالو، تصاور ديال الارض فاش كانت باقيه ارض، ولي كارت بوستال ديالو، ودارهم في واحد الكرافان وجمع ليكيب ديالو وشدوا الطريق. وهنا تتبان الدنيا انها ولات كامله صحراء وما كاينش الحياه، وتنعرفوهم قاصدين لمدينه سان فرانسيسكو. تيوقف وتيبقى يريقل شويه في داك الروبو جيف، وتنشوفو جيف مكونسونطري مع لي كارت والتصاور ديال الارض، وتيشوف داك الجسر الذهبي نتاع سان فرانسيسكو. وهنا سولو على هذا الجسر، واكد له ستيف ان سان فرانسيسكو هي المدينة الوحيدة اللي مازال ما زارهاش، وأن في حياته تيتمنى يزور داك الجسر الذهبي ديال سان فرانسيسكو. وهنا تيهود هو والروبو باش يقلبوا إلا كاين شي حاجة ما ياخذوا منها الدوار، ولكن الروبو الكروسة ما تينزلش معاهم وتيبقى يشوف فيهم كي بحال اللي جاتو الغيرة صاحب نسمح فيه. وتنشوفوا ستيف تيعلم جيف كيفاش يتصرف. وهنا تيشوفوا واحد السينما تيزيدوا ليها وتيلقاوها مسدوده بالسلاسل. هنا ستيف بقى تيقلب على شي حاجه باش يحل السلسله. في هاد اللحظه جيف تيحيد الباب السينما، وصاحبنا تيتدهش من هاد القوه اللي عنده. يدخلوا لداخل وتيلقاو واحد الدرا باقيه صالحه تمايا. باش تيخرجوا من الباب ستيف يهز واحد المغطيه ديال الرويضه الالومنيوم وتينزل فيها الدرا، والدرا تتبقى طرطغ بقوه الشمس. وهنا داك الروبو تجيه غريبه هادشي كامل وتيندهش وتيعجبو الحال بحال شي دريري صغير تيتعلم. ستيف تيهز عينيه وتتبان ليه العاصفه بدات البوادر ديالها تتقرب. هنا ناضو تيجريو كاملين للكرافان باش يهربوا منها. بقاو شادين الطريق، ولكن العاصفه الاولى كانت قويه بزاف وسريعه بزاف. فاش شاف راسو غادي تلحقهم نزل وبقى تيثبت الكرفان بالوتاد، ولكن الجهد ما كاينش لان المرض ما خلالوش الجهد. وهنا تلاحظوا ان الروبو خدا البادره بواحد القوه وواحد الجوده، ربط الكرفان من جهات بربعه كي بحال شي بنادم خبير في هذا الميدان. وفي هذه اللحظه صديقنا دخل الكلب والروبو لبلاصتهم وبقى تيغطي الجاج وتيوجد الكرفان من العاصفه. طلعوا كاملين وتبتوا راسهم، وهنا بدات العاصفه تمخض في ديك الكرفان وطاروا شي جوج ولا ثلاثه السلوكه. بقى غير شي واحد اللي شاد، ولحسن الحظ دازت العاصفه بلا خسائر. فاش فتحوا الكرفان وهبطوا لقاو المفاجاه ان كابلي واحد اللي كان باقي شادهم وما كانت غطيرهم العاصفه، وان بنوه تفرقعات. وهنا الروبو جيف نزل لجهه الكرفان بجوج يدين وخلى ستيف تيصوب البنوه، وغي صوبوها طلعوا بقاو جالسين لان هادشي اللي داز عليهم ماشي ساهل. وفي الصباح غيبان الشميشه الخفيفه لقوا الطاقه الشمسيه باش يعمروا البطاريات ديالهم ويشدوا الطريق. وهما في الطريق جيف تيسول شي اسئله بحال شي دري صغير، وتيسول علاش الارض ولات هكا، وستيف تيشرح ليه على قد المستطاع. وهنا تيوصلوا لواحد ستاسيون مهجوره، تينزل ستيف بلا لبسه تيدخل لداخل وتيبقى يكح. وفاش تيهز عينيه تيلقى الكلب ما باغيش يهبط مع جيف. تيخرج هو تيقبض جيف وتيدخلوا لداخل وتيجلسوا بجوج بواحد الطبيله. في هاد اللحظه الروبو تيبغي يزيد يكتشف، تيهز واحد السيدي تيديرو في الليكتور سيدي وتتطلق الموسيقى، وتيبغي يجرب السوقان كي داير. تيكسيري وتيدخل في واحد الطوموبيل. هنا تيخرج ستيف وتيسعر عليه. صاحبنا تينزل ما عارفش شنو واقع. هنا ستيف تيخرج يديه للشمس باش يشوف القوه ديالها، وتيقول ليه دخل دغيا صاحبي، راه الشمس غتزيد غير شويه يمكن تضيعك في خطره. وتدوز هاد اللقطه وتيعاودوا يركبوا في الكرفان ديالهم ويشدوا الطريق. هنا الروبو جيف كان قاس اللور وحشمان من داكشي اللي دار، ولكن ستيف تيعرفوا انه عاد تيتعلم وخصو يعلمو كل شيء. هنا تعيط عليه تيقول له اجي جلس ها كيدير تسوق. تيبقى غادي سايق بيهم وتيضرب في الحيوط حتى تيتعلم شويه بشويه. فاش تيطيح عليهم الليل تيوقفوا في واحد البليصه باش يرتاحوا ويدوزوا الليل. وهنا تيسولوا الروبو قال له علاش الناس ما تيسوقوش بالليل؟ قال له حيت الليل خطر، ومش حال هادي الانسان ما تيسوقش بالليل لانه ما تيشوفش مزيان بالليل وتيكونوا فيه المضرقات. وتيكون الروبو جيف جالس حتى تيسمع الكلب تينباح. فاش تيمشي عنده الكرفان
تيلقى ستيف جالس تيكح، ديك الكحه ديالو خايبه والدم تيسيل من فمو وتينهار. هنا الروبو جيف هزو ونزلو في الفراش وغطاه ومشى هز الكرافان وبقى سايق باش يوصلوا للمدينه القريبه. غيوصلوا لواحد الفيلاج، نزل هو والروبو دوي وقصدوا واحد الفارماسي. دخلوا بقاو تيقلبوا على شي دواء الجيف ولكن ما لقاو والو، الدنيا مهجوره ومرونه. وصلوا لواحد السلم كهربائي خاسر وجاي عالي بزاف. دوي ما عندوش كيفاش يطلع، وهنا جيف قال له تسنى انا غادي نطلع، الا كان شي حاجه تستاهل راني غادي نجيبها معايا. طلع بقى تيقلب، لقى واحد الدواء وهو تيحل واحد البلونكار وتلقاه عامر بالماكله والدوايات. وهنا فرح بزاف وبقى تيجمع داكشي. ولتحت تنشوفوا دوي حتى هو تيقلب على شي حاجه، ولكن اللي ما تنعرفوش ان شي واحد كان حاضيه وناصب ليه واحد الفخ كبير. وغيوصل للفخ نطابق عليه وشتتو. هنا تيفيق ستيف تيدير هكا ما تيلقاش الروبويات ديالو، لبس الكسوه السحريه ديالو وقصد برا باش يقلب عليهم. شاف ديك الباب مفتوحه قصدها وهو تيلقى دوي مقسوم على جوج ومفرتك. وهنا تيبقى فيه الحال، وهنا تيقرب عنده وتيطفيه باش ما يبقاش يتألم. هو هكاك تيهز عينيه تيبان له واحد السيد بالجاكيطه، تيهز عليه السلاح وتيلقاه جيف لابس واحد الجاكيطه. هو تيقول ليه كيفاش دخلتوا لهنايا، واش ما فخباركش بلي هاد البلايص تيكون فيهم الفخاخ شويه. تيسمعوا واحد الصداع وهنا تيضطروا يهربوا. تيبقاو هاربين في الدروج شويه وستيف تتشدوا ديك الكحه عاوتاني وما تيقدرش يزيد. هنا جيف عاونو وداه للكرافان وركب في الكرافان وديما راه هربان. شويه تيلاحظوا ان شي حد تابعهم بواحد الطوموبيله، شاعل الضوء وقاصدهم فين ما مشاو جاي موراهم. وبما ان جيف تيقدر يشوف في الظلام تيطفي الضوء وتيبقى غادي. ستيف تتبان ليه واحد القنطره تيقول ليه شوف غادي نخرجوا غادي نتكلاو تحت القنطره ونخليوه يدوز. ولكن جيف تيقول ليه راه القنطره هذيك حاضره وما غاديش نقدروا ندخلوا فيها. وهنا صاحبنا ستيف تيكسيري ليه باش يدخل صحه تحت القنطره، ولكن تيدخل غير النص كما قال له جيف وتيوحل النص الاخر. هنا تيهود جيف وتيبقى يدفع بالقوه ديالو حتى تتخبع كامل الكرافان تحت القنطره. وداكشي اللي قالوا هو اللي كاين. دازت الطوموبيله اللي كانت تبعهم من فوق القنطره ومشات على طول. هنا هود ستيف وتيشوف شنو وقع للكرافان، تلقى ان لي بانو ديال الطاقه الشمسيه كاملين دكدكو وبلا بيهم العربه ما يمكنلهاش تزيد وما غاديش يقدروا يمشيو لسان فرانسيسكو. طلعوا بقاو جالسين تيذكروا بيناتهم. وهنا جيف سولو قال له كي درتي لقيتي الكلب، واش كان معاك منين كنتي صغير؟ وهو قال ليه لا، وبقى تيعاود ليه القصه ديالو. قال ليه انا كنت في واحد السوبر مارشي فاش كانوا وقعوا المشاكل في المره الاولى وكانوا بزاف الناس باقيين بالحياه. وهنا دخلت لقيت واحد السيده هي وبنتها معمرين السله بالماكله، والبنيته هازه فردي وامها تتقول ليها الا بان لك شي حد تيري فيه. وانا كنت تخبعت منهم لانني ما كانش عزيز عليا المشاكل وما عزيزش عليا القتيله، لهذا ما شافونا ما شفناهم احسن. ولكن هو هكاك وتيسمع الصوت ديال القرطاس يتصاب ان واحد السيد عنده واحد المكحله شافهم تيرا فيهم ودا ديك السله د الماكله. فاش وقف ستيف حداهم بانت ليه الشكيكره د البنيته، حلها وتلقى واحد الكليب صغير هو هذا قبطو وسماه غوديار. ومن ديك الساعه وهو ما تيفارقوش وتيشوف فيه ديك البنيته الصغيره. وفي نفس اللحظه تزاد عليه الحال، بقى تيكح ونعس في الفراش ديالو. وهنا تنشوف الروبو جيف ولا هو الشيفور ديال الكرافان، شد الكرافان وبقى غادي شاد الطريق لسان فرانسيسكو. هو في الطريق وتيسمع واحد الميساج من الاي تيقول ليه ان الاشعه فوق البنفسجيه ما بقاش في هذه المنطقه. ما فهمش شنو تتعني، ولكن زاد شويه وفراشات تضرب في الفيتر ديال الطوموبيل. تيوقف وتيفيق ستيف عاود قرا الميساج وشاف الفراشه ما تيقش راسو. تنشوفوه منبهر خرج يدو من الكرافان غير شويه وتيشوف الشمس عاديه وتينزل تيبقى يلقى الفراشات. هاد البلاصه هي ما وقعش فيها الكارثه اولا تعافات بسرعه. اول مره تيجلس في الشميشه عاديه وتيشوف الطبيعه بعينيه. صاحبنا طلع للكرافان لبس واحد اللبسه بيضاء وواحد الشابو، داك اللبسه ديال النهار الكبير. وتنشوفوهم جالسين بحال اللي جالسين في الشاطئ، جوج كريسيات وباراسول وتيتذاكروا. شويه جيف تيشوف واحد التصويره فيها جثه محروقه د الفايكين. تيقول ليه هاد التصويره ديالاش؟ يقول ليه هذه اول كارت بوستال صيفطها هي الوالد ديالي قبل ما يتوفى لانه كان في الميليتير، ومن ديك الساعه وانا تجمع في لي كارت بوستال. وفتحت لي جاز واحد الكره وبقى تيرميها للكلب. قال له ها كيفاش ترمي له الكره باش تلعب معاه، هذه راه تيبغيوها الكلاب بزاف. ساعه الروبو تيرمي ليه الكره ولكن فاش تيقبضها تيردها لستيف ما تيردهاش للروبو. وهنا صاحبنا جاتو ديك الكحه ولكن دابا بطريقه قاصحه بزاف وخرج ليه الدم، وداك الكوستيم الابيض
ولا كامل حمر بالدم. وهنا قال له جيف، قال له قول لي باش نقدر نعاونك. قال له انت راك عاونتيني دابا. وطلع للكرفان ومشى للبليصه ديالو تجبد. وجيف بقى تيجمع الكراسه وتيجمع الباراسول، وغيطلع للكرفان تيسمع الكلب تيدير واحد الصوت غريب. وفاش رجع حداه تيكتشف ان ستيف مات. وهنا تيقرر باش يدير له جنازه بحال الفايكين. صاوب له البلاصه وحرق الجثه ديالو وبقى تالف ما عرف شنو غادي يدير. بقى تيفكر شويه وفي التالي تفكر له عاد اللي دار مع ستيف وقال ليه غادي نمشيو للجسر الذهبي. وهنا قال الكليب ديالو يلا اخويا نشدوا الطريق حتى للجسر ديال سان فرانسيسكو. وغي تيوصلوا تيلقاو الدنيا كلها طبيعه، وفي الجسر تيلقاو بزاف ديال التصاور ديال الناس اللي وصلوا لتما ودايرين العناوين ديالهم وفين حبابهم يمكن يلقاوهم. هنا تعرف ان الناس باقيين حيين، وحتى هو بنفس الطريقه اللي تيديروا الناس هز التصويره ديال الجسر الذهبي اللي كانت عند ستيف ورسم راسو هو وستيف والكلب وعلقها تما كي بحال اللي راهم كانوا وصلوا ليها. وتيقرر انه يشد الطريق هو والكلب باش يشوف ليه شي عائله اللي تعرف تقابله. وهذه تتكون احسن نهايه لستيف والاحلام ديالو. وهنا تتسالى القصه ديالنا. وإلا عجبكم المحتوى ما تنساوش ديروا لايك وديروا اشتراك وفعلوا الجرس باش تشوفوا معنا الجديد.